مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلام. النهارده هنعمل مع بعض وجبه عشاء خفيفه تنفع كمان لوجبه فطار، وبمقادير بسيطه من عندك في البيت تقدري تعمليها لولادك. مش مكلفه وبسيطه جدا وخفيفه ومشهيه جدا لولادك. دي قناتي، قناه هند سليم. اللي لسه بتفرج عليه لاول مره، لو عجبك الفيديو حطي لايك واشتراك للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف الوجبه بتاعتي هنعملها ازاي. يلا بينا. هنا معايا 4 حبات من البطاطس مقشرة وغسلاها، وبعدين هنجيب المبشرة علشان نبشرها بيها. ابشريها على الناحية الواسعة مش الضيقة علشان تنزلك بشر البطاطس يكون طويل شوية. بشرناها كده بالشكل ده، غسلناها في مية باردة، بس اغسليها كويس جدا، وبعدين شيليها من المية، صفيها كويس جدا لدرجة ان انتي تمسكي البطاطس تعصريها بايدك علشان ما يبقاش فيها اي مية، عشان ما تبقاش سايلة معانا لما تتقلي. معايا معلقه من الملح، معايا معلقه من الفلفل الاسود، قلبيهم كويس جدا لحد ايه يعني ما اكنك بتتبلي البطاطس. معايا 3 معالق من الدقيق علشان تربط لي البطاطس لما تتقلي. قلبيهم برضو كويس جدا لحد البطاطسايه ما تشرب الدقيق كله، وخدي بالك علشان ما تكلكعش معاكي. كده قلبناها وخليناها كلها شاربه الدقيق. معايا معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره. هنا معايا بقى ب2 بيضه، ضربهم كويس جدا علشان دي هتربط لي البطاطس باقي المقادير. ضربناهم كويس جدا لحد ما بقت معايا بالشكل ده. جبت الطاسه وزيت، لا هو غزير ولا هو قليل يعني. هاتي بقى الكميه بتاعتك، املي بقى المعلقه الكبيره دي وحطيها، وحاولي ان انت ايه ما تخليهاش تخينه كده او مليانه زياده عن اللازم علشان من جوه ما تبقاش معجنه. حاولي كده تسويها بالمعلقة وتسيبيها على نار هادية، يعني مش هادية كتير، يعني لدرجة انها تكون نار واطية جدا او لدرجة ان هي عالية عشان ما تحرقش منك. سيبيها بقى كده تتقلي لحد ما تاخد اللون الذهبي معاكي زي اللي احنا شايفينه بالشكل ده. خفيفة جدا ومن جوه بتبقى نافشة، يعني ما فيهاش اي يعني عجين ولا تكتلات. كده ايه قلينا الكمية بتاعتنا، هطلعيها بقى على ورق مطبخ علشان ايه تشرب الزيت وما تبقاش معاكي شاربة زيت. شايفين اخدت اللون الذهبي معايا ازاي؟ سيبنا بقى قلينا الكمية بتاعتنا. هنا بقى نعمل سلطة الزبادي او صوص الزبادي. هنا معايا كوباية من الزبادي، معايا معلقة صغيرة من الملح، وممكن رشة فلفل اسود لو حابة. معايا معلقتين من الطحينة، معايا معلقة من الثوم المفروم. قلبيهم كويس جدا، لو حابة شوية شبت عليهم صغيرين مش مشكلة. قلبيهم كويس جدا لحد القوام بتاعك ما ينزل، يعني يكون كريمي معاكي. خلصناه، خليناه بالشكل ده. نحطه بقى في البولة الصغيرة بتاعته، بولة التقديم. شايفين القوام عامل ازاي؟ مفيهوش اي تكتلات ولا اي حاجة مكلكعة معايا. هنا خلاص خلصنا الطبق بتاعنا وقدمناه شوية شبت كده فوق الوش، وجنبه صوص الزبادي. جميل جدا يا جماعة، مش عايزة اقولك قد ايه ان هي خفيفة وهشة كده وطعمها جميل جدا، وتقدميها تتاكل وهي سخنة. تنفع وجبة فطار او عشاء لولادك، جميلة جدا. وبالهنا والشفا. وبس كده خلصنا الفيديو بتاعنا. مع السلامة.